اللي قدام حضراتكم دي العداءة الكولومبية اسمها بو ساما نانج، اللي شاركت في سباق 5000 متر سيدات في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، واحتلت بجدارة المركز الأخير بفارق 6 دقايق عن منافستها التي حصلت على المركز الأول. طبعا 6 دقايق زمن طويل جدا في المسابقات دي، واللي بيحسب فيها الفارق بالجزء من الثانية وليس الثانية. ايه اللي حصل يا مؤمن؟ دولتها عاقبتها بمكافأة 10,000 دولار. أيوة انت سمعت صح، مكافأة 10,000 دولار. مش كده وبس، دي بقت أيقونة الإصرار والعزيمة في بلدها. يقول لك كفاية انها ما استسلمتش وكملت السباق تحت المطر. الله يا عم الحاج، ما المطر كان على الكل. يقول لك هو كده. اما ده بقى يا مؤمن واحد عادي اسمه احمد بغدودة، لاعب مصارعة روماني وزن 63 كيلو، واللي سافر مع البعثة المصرية لتونس عشان يمثل مصر في بطولة افريقيا للمصارعة، واللي حقق فيها المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، ومكافأة من البطولة 517 دولار. فالدولة خصمت منهم حقها اللي هي الضريبة، كام؟ 478 دولار. اتبقى لأحمد 38 دولار. فقام الوغد طمع في المبلغ ده واخده وهرب على فرنسا، وما هموش اسم مصر واللي ما عملتوش علشانه. اتبغدد على النعمة. ما هو بغدودة بقى هيجيبوا من بره. اشوفكم في حلقة جديدة.